انا عادي في يوم من الايام زيك وزيه وزيهم وزي اي حد، يوم 31/12 يعني ما لقيتش حاجه اعملها فما عرفتش احتفل فنمت. جه عليا الليل نمت عادي. صحيت الصبح بفتح الفيسبوك، لقيت مصر كلها عيد ميلادها النهارده، يعني مصر كلها عيد ميلادها واحد واحد. هي دي حاجه طبيعيه؟ عايز افهم حاجه بس، يعني ده اتفاق ولا صدفه؟ ما هو ده مالوش الا معنى واحد بس، ان من 7 ل9 شهور العيال دي اهاليها كلهم كانوا بيحتفلوا. ده احتفال جماعي، يعني ده كان عيد ميلاد الاله بس. راس السنه بالنسبه للبنات ففيهم نوعين من البنات. نوع مثلا بيلبس بيبي دول لحد هنا اهوت ويقعد في البيت ويقوم متصور على السناب شات ويتصور على الانستجرام وبتاع وايه وهابي نيو يير وخلاص كده، ايه الليله بالنسبه له خلصت، وهي الشاورما بالتوميه بقى او مثلا بتزاز سجق حشو بره وجوه مع البيبسي، وتقعد كده مع نفسها تضرب الكلام ده كله وتنام واليوم خلص. التاني بتلبس نفس البيبي دول بس اقصر، بيكون لحد هنا تمام. بس دي بقى فيها ميزه عن النوع الاولاني، بتخاف على صحتها بقى ونظام هيلسي بقى ودايت وبتاع، فيش بقى في شاورما فطير سجق الكلام ده، لا 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 مش موجود. فبتلبس البيبي دول وبتنزل فعلا تسهر بيه عشان ما تاكلش، لو قعدت في البيت هتاكل، فمضطره تحافظ على صحتها فتنزل بقى تنزل تسهر. حقيقي اقسم بالله بالنسبه للولاد فاحنا غلابه، احنا غلابه يا جماعه قوي وهبل. الاحتفال بالنسبه لنا بسيط، اي قميص معفن واسع بنفتح زرايره كلها لحد اما الصوره تبان، يعني تحس ان انا سهران عند صاحبي بلعب بلاي ستيشن، مش سهران في مكان وحواليا ناس. وفي ايدي اليمين كاس 7 اب وفي الشمال سيجاره حتى لو ما بدخنش. اساسي الاحتفاليات كده. سكرت سانتا ايه؟ سكرت سانتا ايه يا معفنه؟ ده انت السكرت الوحيد اللي في حياتك، الواد اللي انت بتحبيه من 30 سنه ده ومش معبر امك، ومحدش يعرف السكرت ده الا 12 14 واحده من صحباتك. مشكله بقى صغيره، انا ما بحبش احس ان انا اهبل. يعني الناس بتاعت الابراج دي نفس الكلام بتاع كل سنه من 2009، هو هات الكلام بتاع السنه اللي فاتت يا ابني من الارشيف، شيل لي 2016 حط 2017 قشطه صباح الفل يلا نازل. يعني مثلا برج السرطان في 2016 كان هيشتري منزل كبير، فخلصت 2015 يعني خلصت 2016 وما اشتراش غايه حمام اصلا. فجت 2017 عايزين برضو يفضلوا محفزينه عشان يفضل عايش، فقالوا له هتشتري بيت كبير. طب ايه الفرق بين المنزل والبيت؟ اقول لك انا الفرق، ان البيت بحمامين، حمامين، واحد منهم بقعده بلدي وفيه مبوله، الاثنين فيه مبوله كمان. انما بقى المنزل ما فيهوش حمام اصلا، بس في سطح كبير فشخ بمزراب بقى قد كده، بحيث ان انت لو حبيت في مره تجرب الهواء الطلق او حاجه. السرطان ده اصلا مظلوم ظلم شنيع. يعني مثلا يعني من 2011 بيقولوا نفس الجمله، ان انا هنجح نجاح رهيب في العلاقه العاطفيه. انا فعلا ناجح نجاح رهيب في ان احافظ على ان انا افضل سنجل من تانية اعدادي. وانا عندي فراغ عاطفي يا جدعان، بيشويني كده من جوه، مش قادر، وعادي عادي مش مكسوف ورافع راسي ومبسوط وما عنديش اي مشاكل. اسئله بتسمعها في راس السنه، يعني ايه طموحاتك في السنه الجديده ولا 2017؟ طموحاتي ان انا احقق الطموحات اللي انا طمحتها من 2007، وكل سنه بقى هي نفس الطموحات، مفيش جديد. فالطموحات ان انا احققها من 2007 بقى، من 9 سنين مثلا. وايه امنيتك في السنه الجديده؟ ان انا انسى كل اللي حصل في السنه بنت ميتين الكلب اللي خلصت دي.